السادة والسيدات من الفضائية الإثرية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. استلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. السيطرة على أسراب الجراد في مديرية سرعة. وسع تطعيم الأطفال في أشرف. الأمطار تحدث أضرارا في المساكن والمزارع بمديرية معاني. اتفاق شامل بين طرفي النزاع في ليبيا. أول اتفاق تجاري بعد البريكس تتوصل إليه لندن مع اليابان. فيضانات شديدة تؤثر على شعوب وسط وغرب أفريقيا. أهلا بكم من التفاصيل. تمت السيطرة على قزوة أسراب الجراد الصحراوي التي ظهرت في ضاحية طهرة بمديرية سلعة بإقليم القاشبركة بتضافر الجهود. وفقا للمعلومات التي أفاد بها مراسل وكالة الأنباء الإثرية أن أسراب الجراد المرتحلة ظهرت في 42 هكتار في 5 سبتمبر في مديرية هبرو، إلا أنه برش المبيدات الحشرية تمت السيطرة عليها دون أن توقع أضرارا تذكر على المزارع. وشارك في أعمال السيطرة التي أجريت خلال 6 أيام أعضاء وزارة الزراعة والسكان ووحدات قوات الدفاع. وتوضح المعلومات بأنه رغم السيطرة على أسراب الجراد الصحراوي في منطقة طهرة، إلا أن يريقات الجراد وصلت إلى منطقة شرقيت بأعداد قليلة، لذلك أن عملية المتابعة والسيطرة تتطلب أعمال متواصلة. ومنذ منتصف شهر أغسطس المنصرم شهدت البلاد أعمال فعالة للسيطرة على الجراد تمت على آفة الجراد، إلا أن القلق لا زال قائما، لذلك تدعو وزارة الزراعة المزارعين للمتابعة الجادة والإبلاغ الفوري حتى يتم جمع الحصاد. أوضح مسؤول عيادة أشرف في مديرية حقات الممرض إسياس دبساي عن ارتفاع تغطية تطعيم الأطفال في الضاحية إلى أكثر من 90%. وقال المسؤول أن الولادة في المؤسسات الصحية بلغت أكثر من 85%، وإصحاح البيئة في جميع قرى الضاحية التي تبعد مسافة 16 كيلومتر إلى الجنوب من حقات. وذكر أن جهود مكافحة مرض الملاريا تحقق النتائج المرضية، ويقدمون خدمات أفضل لحل إشكاليات سيارات الإسعاف والكهرباء. وأعرب السكان عن رضاهم من الخدمات الصحية، خاصة رعاية الأمومة والطفولة وإرشادات وتوعية الكادر الصحي. وتقدم عيادة أشرى الخدمات لقرى شايتاخ وقرود وسبر بيجوك وسجار ومبلاتوخ وعندلاي وأجزاء من ضحية عداري ومنصورة. تبرع اللاجئون المقيمون في مدينة مانهايم الألمانية بمبلغ 29,000 يورو، 27,000 يورو منها للمقيمين في المدينة وضواحيها، و1600 يورو من مدرسة لغة الأم للإريتريين في مانهايم، و400 يورو من شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في مانهايم. من جهة أخرى قدمت مجموعة بالتوك EPLF هدف فيجن روم المقيمين في مختلف دول المهجر 36,262 دولار أمريكي لدعم أنشطة إريتريا لمشاركة المعاقين في أولمبياد المعاقين بارا أولمبيكا التي ستقام في اليابان 2021. يقوم سكان دماس في مديرية قندع بنفير تنموي لحماية التربة وحفظ المياه والتشجير، ويشمل العمل بناء المدرجات والحواجز المائية وإعداد الحفر للتشجير وصيانة طريق دماس قحتلاي ونظافة البيئة. وسيتم ضمن البرنامج قرص 5,000 شجرة بإشراف خبراء وزارة الزراعة.
أفادت المعلومات الواردة بأن الأمطار الغزيرة التي هطلت في منطقة سرع بميعين دمرت أكثر من ألحقت الأضرار في المساكن والمحاصيل، ودمرت القنوات التحويلية التي كانوا يستفيدون من خدماتها ل10 سنوات جراء السيول المتدفقة التي عقبت الأمطار الغزيرة. كما دمرت الأمطار الغزيرة الزورة التي كانت بلغت في مستوى جيد في 70 هكتار والطاف في 160 هكتار، إضافة إلى إلحاقها الأضرار على المساكن والماشية حسب ما أفاد به مراسل وكالة الأنباء الإريترية. في غضون ذلك أفادت المعلومات الواردة أن الأمطار والسيول ألحقت أضرارا مماثلة في منطقة جاهاد على المساكن والمزارع والماشية. قامت 7 قرى في ضواحي نارو انس وقلبوب وكبكب وقادم حليب وقبقب بمديرية أفعبد بإصحاح بيئاتها، وحصلت على الشهادات التقديرية من وزارة الصحة. وذكر المهنيون الصحيون أن هذا العمل نتاج التوعية الصحية المنتظمة لضمان الصحة العامة بإصحاح البيئة. وأفادت لجنة إصحاح البيئة في المديرية أن العمل جاري لإعلان 48 قرية في 14 ضاحية في المديرية إصحاح بيئاتها حتى 30 من نوفمبر 2020. سيداتي سادتي، نتوقف مع فاصل قصير من ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. توصل طرفا النزاع في ليبيا في ختام المحادثات البرلمانية التي جرت في مدينة بوزنيق الساحلية جنوبية العاصمة المغربية الرباط إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها بحسب البيان الختامي للاجتماع. ووفق وسائل إعلام ليبية فإن الخلاف بشأن المناصب السيادية يتمحور حول تعيين حاكم المصرف المركزي الليبي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط وقائد القوات المسلحة. وضمت المحادثات وفدا يمثل حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس وآخر يمثل السلطة الموازية في شرقي البلاد. كما اتفق الطرفان على مواصلة الحوار استئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق. أعلنت بريطانيا أنها توصلت إلى اتفاق للتجارة الحرة مع اليابان في أول اتفاقية كبيرة تبرمها لندن لمرحلة ما بعد بريكسيت. وأفادت وزارة التجارة الدولية في بيان أن المملكة المتحدة أبرمت اتفاقا للتجارة الحرة مع اليابان، وهو أول اتفاق تجاري رئيسي لبريطانيا كدولة تجارية مستقلة، موضحة أنه يفترض أن يسمح بزيادة حجم التجارة مع اليابان بما يقدر ب 15.2 مليار جنيه استرليني. وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي على اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين بريطانيا واليابان خلال اتصال جرى عبر الفيديو بين وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليزا تروس ووزير الخارجية الياباني موتيغي تشوميتو. أثرت الأمطار الغزيرة على حوالي 760 ألف شخص تضرروا من فيضانات شديدة في الأسابيع الأخيرة في أجزاء من غرب ووسط أفريقيا. والفيضانات شائعة خلال موسم الأمطار، لكن في السنوات الأخيرة أدى تغير المناخ وتدهور الأراضي وسوء التخطيط العمراني إلى كوارث أكثر تواترا، إذ تكافح المدن سريعة النمو وطول أمطار أكثر قذارة من الممتع. وبوركينا فاسو والكاميرون وتشاد وغانا والنيجر ومالي ونيجيريا وجمهورية الكونغو والسنغال من بين أكثر الدول التي تضررت هذا العام، إذ لقي ما لا يقل عن 111 شخصا حتفهم وفق أحدث أرقام صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وأثرت الفيضانات في النيجر وحدها حتى الآن على ما يقرب من 333 ألف شخص. أعلنت السلطات الأردنية أن انفجارا وقع في مستودع للذخيرة في منطقة غير مأهولة شرقي مدينة الزرقاء التي تبعد حوالي 25 كيلومتر شرقي العاصمة عمان،
من دون أن يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى، مرجحة أن يكون ناجما عن احتكاك كهربائي. وقال الجيش الأردني في بيان أن انفجارا وقع في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك القريبة من مدينة الزرقاء، مشيرا إلى أن المستودعات التي وقع فيها الانفجار تقع في منطقة غير مأهولة بالسكان. وصلنا إلى نقطة الختام، دمتم في أمان الله.